السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حلقات رحلة سلام. الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه، لأنه إحساس إن أول حلقة ده إحساس بالنسبة لي يعني مخلي الموضوع كبير جدا. وخصوصا إنه البرنامج ده بالنسبة لي بيمثل لي حاجة غالية جدا، وغلاوته من إنه هو بيصب يعني بالظبط في الهدف اللي أنا عايش علشانه، الهدف اللي انا كل شغلي ده بعمله علشانه، وهو اني افيد لو بس انسان واحد. وتعريف سريع كده بالبرنامج بداية انه فكرة رحلة سلام ان احنا عايشين رحلة، ومهما طولت او قصرت، ومهما حققنا فيها من انجازات، ومهما حققنا فيها من نجاحات، يظل اهم واغلى شيء اللي هو احنا اكتشفناه مع الوقت ان احنا نعيش بسلام. ويمكن يعني تخصصي ومجالي في علم النفس وشفت كتير جدا على مدار سنين انه ناس كتيرة كانت بتحلم وبتتمنى وبتطلب وبتدعي ربنا بانها يحقق لها اماني واحلام كانت من الصغر. وانا نفسي كمان كنت كده، كنت بطلب من ربنا طلبات كتيرة جدا انه يحقق لي، ونفسي يا رب اجيب البيت ده، ونفسي اعمل مش عارف ايه، ونفسي يبقى عندي فلوس قد كده، ونفسي اوصل للمكانة دي. طلبات كتيرة قوي طلبتها، لكن لما كبرت اكتشفت ان حتى لو ربنا حقق لي كل اللي انا بحلم بيه، فممكن ان انا ما استمتعش بيه لو ما عنديش سلامة، لو مش واصل لاحساس السلامة اللي ممكن يتحقق الفلوس، ويتحقق الشهرة، او يتحقق النجاح، او يتحقق اي شيء بتتمناه من نعيم الدنيا اللي انت ممكن مهما وسع بيك الادراك انك تطلبه من ربنا. فلو متحققش بعض الاساسيات في حياتك زي راحة البال، انت مش هتشوفه اصلا. ولما كبرت وبدأت اشتغل، بقيت اشوف الناس اللي وصلت للاماني اللي احنا بنحلم بيها دي، يجي يقول لي انا وصلت للي انا كان نفسي فيه، وربنا حقق لي اكتر من اللي انا بحلم بيه، لكن انا مش سعيد. طب ليه؟ طب حل لي الازمه، انا مش عارف انا ليه مش سعيد. عندي الاولاد اللي طلبتهم من ربنا، عندي الفلوس، عندي مش عارف ايه، لكن انا مش مرتاح. فلقيت ان وانت بتدعي وانت بتطلب من ربنا، خلي في بداية طلباتك انه يا رب اديني القدرة اني استمتع بالنعم اللي انت جايبها لي، ايا كانت النعم ايه. اديني القدرة يا رب على اني اعيش في هذه الدنيا براحة بال وبسلام. وده مقصد رحلة سلام. وعشان يعني اكون بسيط كمان في تعريف اسم البرنامج، او تعريف ايه هي يعني ايه هي الرحلة، او ازاي تتم الرحلة بسلام. ففي معايير اساسية وثابتة للسلامة في الدنيا. يعني عشان نوصل لسلامة في الدنيا، فعندك 3 معايير أساسية. إن كانت عندك فأنت تبقى حققت الأساسيات في إنك تكون في سلامة. أولا، إنك تكون عايش بتنام في بيتك بأمان، حاسس إن أنت نايم في أمان، مش حد هيطلع عليك، بيتك ده هيفضل موجود الصبح. وده اللي شفناه يمكن مع الأحداث ومع ال الأمور اللي حصلت، خلتنا نعرف قيمة إن احنا نبقى عايشين في أمان. بننام في بيت مش خايفين نصحى الصبح ما نلاقيهوش، بننام في بيت مش خايفين إن احنا نصحى الصبح ما نلاقيش نفسنا عايشين أصلا. فأساسيات السلامة، أو أساسيات إنك تعيش في سلامة، إنك رقم 1 تعيش في أمان، أنت تكون آمن في بيتك. فإذا كان محقق ليك فأنت حققت أول هدف في السلامة. الأمر الثاني، إنك تكون صحيح، إنك تكون بصحة، إنه ربنا يكون كرمك إنك تكون بصحة، فقادر تخدم نفسك، مش بتطلب من حد يجيب لك كوباية مية، أو تطلب من حد يساعدك على شيء. ودي نعمة كبيرة جدا. إن كنت محقق في حياتك أيا كان من النعم، أيا كان، قول لي زي ما تقول لي، بدون صحة وبدون إنك أنت قادر تخدم نفسك، فلن تكون لأي نعمة قيمة أمام هذه النعمة. فتاني أمر من الأمور، من أمور السلامة في الدنيا، هي إنك تكون
ربنا كرمك بصحة، فإذا كنت الحمد لله صحيح وانت بتسمعني كده، فانت محقق تاني حاجة من السلامة في الدنيا. وتالت حاجة وأغلى حاجة، انك تكون قادر تحقق قوت يومك، قادر تحقق أكلك وشربك النهاردة فقط، النهاردة بس. بكرة أنا ماليش دعوة، النهاردة بس قادر يبقى عندك قوت يومك. والمعايير دي على فكرة اللي مؤخرا علماء النفس والاجتماع اللي حطوها كأسس علشان الإنسان يكون قادر يعيش بسلامة، علشان الإنسان يكون يستطيع أنه يعيش بسلام. لأنه إذا أي أمر من الثلاث أمور دول اختل، لن يمكنك الاستمتاع بأي نعمة أو بأي شيء في حياتك. وبعد ما اكتشفنا وبعد ما وصلنا أو العلم الحديث وصل لده، فوجئت اني الاقي حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نفس الكلام: من بات منكم آمنا في سربه، يعني قادر يعيش في البلد اللي هو فيها او في المكان اللي هو فيه آمن، بينام بيحط راسه على المخدة مطمئن، معافا في بدنه، يعني ربنا كرمه انه الحمد لله بصحة، الحمد لله قادر انه يقوم يخدم نفسه، يدخل الحمام، يشرب، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن أكتر من 1400 سنة النبي بيسمي إن اللي عنده الثلاث أمور اللي احنا شايفينهم بساط جدا في حياتنا دلوقتي، فبكلام النبي هو عنده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالحديث ده حسسني إنه يا جماعة احنا مع العلم الحديث، علماء النفس والاجتماع والعلوم الحديثة في البحث الإنساني، كان النبي عليه الصلاة والسلام مدينا من السنة اللي نلاقي إنه هو النهاردة هو اللي العلماء دلوقتي بيكتشفوا إنه ده قواعد أو أساسيات إنك تكون عايش في سلامة أو محقق أساسيات السلامة. الأمر الآخر، طبعا أنا لأنه إحنا في أول حلقة فعايز أتكلم عن كل شيء يعني يخص البرنامج وكل الناس اللي ساهموا في إنه البرنامج ده يطلع. فأنا بشكر كل واحد، فريق العمل الكبير، وبشكر المجموعة الكبيرة اللي ساهمت في إن البرنامج ده يطلع بالشكل ده. لأنه إذا كان هو ظاهر لك بالبساطة دي، لكن هو يعني في تعب وفي فترة جهد كبيرة جدا قام بيها ناس كتير عشان يطلع بالشكل ده، فأنا بشكرهم واحد واحد. والحقيقة إنه هدف البرنامج ده هو إني أساعدك إلى إنك تصل للسلام النفسي. ووصولك للسلام النفسي أيا كانت حالتك أو أيا كان الظروف المحيطة بيك. لأني إذا قلت لك إنه هشيلك المشاكل اللي في حياتك أو الابتلاءات، أو مش هخليك عندك ابتلاءات، فإحنا ما نبقاش في الدنيا. لكن وجدت في الشغلانة اللي أنا فيها دي إنه نفس الأزمة أو نفس الابتلاء اللي ممكن يكون عندك ومأزم لك حياتك هو موجود عند واحد تاني غيرك، لكن الدنيا ماشية عادي، ما عندوش الضغط النفسي اللي عندك، او مش حاسس بالأزمة زي ما انت حاسسها. وانا كنت ببص على الموضوع ده الاقي مثلا حد عنده ابتلاء زي مثلا انه عنده ضيق في الحال، فلوسه قليلة، او عنده واحد عنده ابنه طلع غير صالح بالنسبة له، تعبه في حياته، او ايا كان عد الابتلاءات اللي ممكن تكون عندك او الامتحانات اللي ربنا حطك فيها. فالاقي اتنين عندهم نفس الازمه، واحد ربنا مضايق عليه رزقه، تاني ربنا مضايق عليه رزقه، او واحد عنده مثلا ابتلاء في امر ما، التاني عنده نفس الابتلاء، لكن حال الاتنين مختلف تماما. واحد منهم اقول له اخبار ابنك ايه اللي تعب، يقول لي والله ربنا يصلح حاله، الدنيا هتمشي ان شاء الله، هتتحل. اقول له طب انت يعني عادي؟ يقول لي عادي، هعمل له ايه؟ انا بحاول معاه وبعمل اللي عليا والامر عادي خالص. اجي اسال واحد تاني يقول لي والله حياتي انا تعبان، الواد مش يعني انا مش عارف اعمل معاه ايه، انا تعبان، انا ما بقتش عارف انام. فتخيل تناول الامر من بني ادم لبني ادم
في نفس الظروف ونفس الامور، لكنه مختلف خالص. فتلاقي انه سبحانك يا رب، يا رب نفس الازمه، لكن واحد معديه عليه ببساطه وقادر يتخطاها، واحد معكوك فيها يعني عطلان. فده اللي خلاني اقول لا، هو الموضوع مش موضوع الازمه، او الموضوع مش موضوع الابتلاءات اللي عندك او الازمه اللي عندك ان هي كبيره قوي، لا، ده هي الموضوع في حاجه اسمها المنظور الفكري، انت شايفها ازاي. وعشان كده ده هدف البرنامج ده، هدف البرنامج اللي هو اسال الله عز وجل انه يديني الفرصه اني اساعد اللي بيسمعني في اني اوصل معاه الى منظور فكري جديد يخليه قادر يعيش بسلامة او يقضي الرحلة بسلام وسط نفس الامور اللي عنده. والاضافي على ذلك ان احنا منظور الفكري لما بيتغير عن الامور بنستطيع بعد فترة نغير الامور نفسها. فاحيانا اللي عنده ابتلاء زي مثلا انه ايا كان نسمي الابتلاءات، يعني الابتلاءات باشكالها واطيافها، لكن ايا كان الازمه بعد ما بتغير منظورك الفكري وبتشوفها بالزاويه الحقيقيه بتاعتها، انت بتوصل لمرحله انك بتقدر تعالجها بعد فتره. يعني مش بس بنغير في رؤيتك ليها، لكن بتقدر كمان تعالجها. وده اسمه العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو انا بعتبر ان البرنامج ده منصه، يا رب يقدرني انها تكون منصه نعمل هذه المعالجه منها. وعشان كده يعني مرجعيتي في البرنامج ده هتكون ما توصل ليه علماء النفس وعلماء الاجتماع لغاية يومنا اللي احنا فيه ده، والعلم الإنساني بجميع أنواعه وما تم إثباته من علم، وكمان الفكر الديني وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، اللي لقيت إنها فيها تطابق مع ما جاء به علماء النفس وعلماء الاجتماع على جميع اختلاف آرائهم وأفكارهم وعقائدهم وكل شيء، ولكن التطابق اللي لقيته ما بين ده وما بين ده. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نبدأ يعني إيه رحلة سلام. ألو. أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا اتصلت بك بالمباراة لهذا البرنامج المنتظر من قلوبنا يا دكتور. أيوه ماشي تمام، ربنا يخليك. إنما أقول لك إنما أنت دعيت منذ سنوات ماضية. الحمد لله يا رب. وتم تغيير حالي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حضرتك طبعا. ربنا يخليك يا رب. جزاك الله كل خير. وتسمح لي لحظة بس، أنا عايزة أقول حاجة. أنا بحيي والدتك التي أنجبت هذا الرجل. ربنا يخليكي. انت عارفه هي امي بتقعد تستنى المكالمه دي، عارفه في كل برنامج. انا مش عارف يعني انت متخيله ان هي بتقعد تستنى المكالمه اللي بيشكروها هي فيها، عارفه؟ فتحس انه ايه، انه الموضوع يعني فيه اتفاق، ما تفهمش. بس طبعا يعني ربنا يخليكي، كتر خيرك. وهي يعني ده طبعا يسعدني جدا جدا يعني، واشكرك كتر خيرك. وانا يعني اقول لك ايه، تحت تراب جزمه امي يعني يعني هو بما انك ذكرتيها يعني. ربنا يخليك يا رب كتر خيرك، ربنا يخليك. اشكرك كتر خيرك، ميرسي جدا على مكالمتك. ويعني كل اللي بيتكلم يبارك، او كل اللي بيتكلم كتر خيرك، ميرسي جدا. انا يعني بحاول، لانه خلي بالك نفس الحالة اللي بتكون عند كل واحد فينا، هي انا بمر بنفس الحالة، بمر بنفس الازمة، وبمر بنفس كل المشاكل اللي يمكن بحكي عنها دي، انا بمر بيها. ومش هقول ان معالجتي ليها بتكون افضل من اي حد. يعني ليه؟ لانه احنا عندنا لفظ لطيف جدا انا نفسي ما كنتش فاهمه، وكنت اسمعه ومش فاهمه، اسمه اوصيكم ونفسي يعني انا اول المعكوكين يعني انا ان كنت حضرتك عندك مشكلة فهي عندي ويمكن اكتر. فناخد اتصال. الو. ايوه.
ايوه اهلا وسهلا. مين؟ اخويا. اخويا على التليفون. طب ما شاء الله، ازيك يا صلوحه؟ حبيبي اخبارك ايه؟ ربنا يخليك ليا يا جماعه. اخويا الصغير هو ما قاليش والله انه هيتصل، انا ما شفتوش النهارده، بس يعني كتر خيرك، ربنا يخليك يا رب. يا حبيبي ربنا يخليك. اصل هي خلي بالك شهادتك مجروحه فيعني. حبيبي ربنا يخليك. رب رب ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يا رب يا رب. انا عارف هو انت اكتر واحد بينتقدني في اي حاجه، وبشوف ان يعني ايه بتديني. لا بينتقدني بينتقدني صح، بيقول لي على حاجات ايجابي، انتقاد ايجابي. فحبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ليا يا رب، ربنا يخليك ليا يا حبيبي يا صلوح، ربنا يخليك ليا يا صلوح. بصراحه اخويا الصغير يا جماعه، وانا مش متخيل بصراحه مكالمته خالص، يعني مش متوقع. هو اصلا يعني ما بي يعني قليل لما بيشوف حاجه ليا وبيسمعني. أه هرجع لاصل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وان كان انا عايز اخد برضو مكالمات، لكن هرجع في نقطه صغيره. احنا حاجه انا كنت صدمتني صدمتني في حياتي صدمه كبيره جدا، وغيرت من افكاري. ان ممكن اقول لك، انت اللي بتسمعني ده، ممكن اقول لك انه اكبر او اعتى اعدائك في الدنيا مين؟ تتخيل مين اسوأ عدو ليك في الدنيا؟ تخيل انه اكبر عدو ليك في الدنيا، واكتر واحد بيحاربك، واكتر واحد ممكن يأذيك، واكتر واحد مش الشيطان، ومش اعدائك اللي بيأذوك واللي بيغلوا منك واللي بيحقدوا عليك. وتخيل انه اكبر اعدائك مش كل دول. تخيل ان اكبر عدو ليك في الدنيا واكتر واحد بيأذيك ومسيطر او ممكن يسيطر عليك بالايذاء هو واحد بس، هو انت. هل تتخيل انه انت اكبر عدو لنفسك؟ هل تتخيل انه مع كل الاعداء اللي ممكن تشوفهم في الدنيا، والناس اللي ممكن تحسدك وتغل وما تحبلكش الخير وتبقى مش طايقاك او كرهالك انك تشوفك في حال كويس، او بيحسدوك على اقل حاجه، او ان هم عداوتهم اقل بكتير قوي من عداوه نفسك؟ هل تتخيل ان دول تأثيرهم عليك؟ اقول لك حتى الشيطان، هل تتخيل ان هو ربنا ما خلاش ليه سلطة عليك زي ما نفسك ليها سلطة او ليها صلاحيات عليك؟ انا فوجئت انه نفسي هي في اكتر حاجة اذتني في حياتي. نفسي هي اكتر حاجة عرفت تغير فيا حاجات ما كنتش واخد بالي منها. لقيت انه حتى الشيطان سيطرته عليا ما كانتش قد سيطرة نفسي عليا. وده خلاني بقيت بقول لا، ده انا لازم افوق لها، لازم افوق لها واخد بالي. انا هو الموضوع، وانا لازم اتعامل مع نفسي معاملة جديدة، انتبه لمعاملتي مع نفسي، اخد بالي انا الموضوع ماشي ازاي. كل او معظم الاضطرابات والامراض النفسية بسببها النفس. وده اول باب في البرنامج، معاملتك مع النفس. هناخد فاصل ونرجع تاني على طول. ورجعنا تاني في رحلة سلام. أنا عايز أقول رقم التليفون علشان الناس عايزيني أقوله عشان يعرفوا يتواصلوا. 3835 316 ومعانا الاتصال. ألو. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ازيك يا مريم؟ طيب الحمد لله. أول مرة تسمعيني خالص؟ الحمد لله خير. ربنا يخليك يا رب. والله هو النهارده انا لسه ما تناولتش حاجه، لانه الموضوع، لانه
الحلقات لسه تقيله وكبيره، فحبيت انه في اول يوم ابقى خفيف، في اول يوم عارفه بنعلق الزينه بس كده وبنعمل يعني جو كده لطيف علشان يعني ما بقاش تقيل عارفه. فيا ربي ربنا يخليكي، كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك، اشكرك. ايوه انا عايزه اقول لك ان انا كنت عايشه نفس احساسها لما بابا توفى، هو بقاله 3 سنين. ايوه فللاسف هو ماتوا في سنه واحده. مم. فكان تعلقه بيه تعلق جامد شويه، كنت متخيله فعلا ان هم مش من حياتي. مم. بس بدات لما انا فقت الفتره نفسها ان هم لسه موجودين في حياتي، لسه بعمل لهم حاجات، بحاول اعمل لهم اي حاجه بعدهم حتى لو هم مش معايا. مم. شوفي انا هقولك على حاجه. انت عارفه احساس الفقد بيروح ازاي؟ لما تبقى بتتعامل وكانهم موجودين. طب هقولك على حاجه تانية. انا اكتشفت انه افضل الامور لراحه الانسان النفسيه ناحيه الفقدان، تخيلي ايه؟ بر اصحاب الاب والام بعد رحيلهم، بر القرايب، بر كل الناس اللي كان الاب والام بيحبوهم. فوجئت انه علماء النفس مؤخرا بيقول لك انك تشعر انك بتعمل له حاجه تبسطه في حياته بعد انتقاله، بيحسسك بانك انت لسه معاه، وبيحسسك ان انت يعني هو مبسوط. وكمان فوجئت انه كمان في السيره النبويه انك مش بس تبر اهلك او تبر الناس او بس اصحابه، تبر ابناء اصحابه. شوفي لدرجه ايه الموضوع يعني. وده بيخلي البني ادم يحس انه بيعمل له حاجه. حتى في الحديث النبوي اللي بيقول انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: ولد صالح يدعو له. تخيل انه حكم النبي عليه الصلاه والسلام، بصي ملمح صغير قوي في الحديث ده، انه حكم على انه اللي بيدعي لابوه يبقى صالح. يعني هل تخيلتي قبل كده او تناولتي الحديث بالشكل ده قبل كده؟ انه ولد صالح يدعو له، اي انه اللي هيدعي هيبقى صالح، وفي نفس الوقت انه اذا كان الابن صالح هيفتكر والده. وده اكتر حاجه بتهون. بالظبط. هو ما بيكون ما راحش. وهو ده السؤال اللي المفروض الواحد يسأله. يعني هو كتر خيرك طبعا، لانه شوفي تناول الموضوع، انا لسه كنت بقول الكلام ده من شويه، تناول الموضوع بيختلف من بني ادم لبني ادم، لكن احنا دورنا احنا بالظبط. ولكن ان شاء الله تتجاوز، لان انا بقول لك ان شاء الله باذن الله انا عامل حلقه خصوصا عن هذا الامر. تجاوز الامر يعتمد على انت منظورك للموضوع ازاي وادراكك. بالظبط ربنا ينور عليكي. بس عارفه نتمنى، يعني انا يعني اللي انا بعمله هو انا بتمنى ربنا يقدرني او يقدر كل واحد ساعد على ان العمل ده يخرج، هو بيساعد على انه الهدف يوصل، انه نوصل لحاله السلام، نوصل لحاله السلامه، تعيش بحالك او بوضعك في حاله سلام. يا رب انا اللي انت عايزه، عارفه الاطمئنان خلاص. يعني هو كام يوم. بس الاجتهاد في انك توصلي للحالة ده في حد ذاته كويس جدا. فربنا يا ربي. بصي هقولك على حاجة. انتي اسعي، لانه مسؤوليتك هي السعي. يعني مسؤوليتك تجاه اي شيء في حياتك مش النتيجة. ناس كتيرة بتغلط، انا لازم ابقى كويس. انت بتعمل معيارك،
حطي ورقه كده اكتبي فيها الكلمه دي: انا عامل اللي عليا النهارده، انا عملت اللي عليا، دوري انا قمت بيه، بس انا ما يهمنيش حد يقدر. بصي شوفي، انا هقولك على حاجه. لو انت حاطط اللي انت بتعمله في خزنه البشر، ازعلي براحتك. ولو انت حاطط اللي انت بتعمله في خزنه عند ربنا، فانا ما يهمنيش اللي انا بعمل معاه الخير بيرد بايه. وده اكبر غلط البني ادم بيقع فيه. فنرجع في الاخر الاقي الناس بتقول لي: لا ما اقدرش الخير، انا مش هعمل الخير من هنا ورايح غير في اللي يقدره. طب حبيبي، يبقى انت قاصد بالخير الشخص والنيه، الهدف. ما هو انا بقول لك اهو، ان طبعا الادراك كويس جدا، ولكن انت بتعمل الخير ليه؟ بالظبط. لكن محاولتك في حد ذاتها خير كبير جدا. ربنا يوفقك. انا سعيد بمكالمتك وان شاء الله تتصلي بينا تاني على طول باذن الله. ربنا يخليك يا رب. تمام. وانا عشان كده اللي حابب ان هو، او يعني انا طبعا ما كنتش حابب ان احنا ندخل على طول في الحاجات العميقة اللي هنخش فيها جوه البرنامج، لكن برضو اخد اقتباس صغير الى انه منطقة فعل الخير في حياتنا. هاخد بس كلمتين قبل ما اخد المكالمة اللي جاية. فعل الخير في حياتنا بنقع فيها في نقطة، يعني انت بتعمل الخير في مين؟ انت بتعمل الخير ليه؟ لانه ربنا في كتابه قال لك ان اللي بيعمل خير بيعمله لنفسه، ما قالش في اي حد. فانت بتعمله في نفسك. ويعني ايه في نفسك؟ يعني في الخزنة اللي عند ربنا اللي هتاخد انت اجرها. عملته بقى في اهله وما عملتوش في اهله، انا اعمل الخير في الكل. ليه؟ لانه ربنا قال لي: تعالى الدنيا الحبة دول، اعمل الخير وارميه البحر، مالكش دعوة مين اللي هياخده ومين اللي. لانه بحسبة البشر هو مفيش حد بيفتكر، مفيش حد بيرد، مفيش حد الا من رحم ربي. لكن في حسبة ربنا انه مفيش حاجة بتروح، الهمسة ما بتروحش، الذرة ما بتروحش. فناخد اتصال معانا. الو. ايوه، مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. معاكي الشيف غادة جميل. اهلا وسهلا، يا سلام، اهلا وسهلا. يا ربنا يخليك يا رب، كتر خيرك، ربنا يخليك. ان شاء الله كده تبقى بدايه نجاح، وغير انت اصلا ناجح فهي بدايه نجاح اكبر واكبر. يا رب يا رب، ربنا يخليك يا رب. انا نفسي اتمنى انه في دعواتك او تدعي لي ان ربنا يجعل لي اثر، اني اعمل حاجه، اني اقدر اثر. انت اصلا بتعمل اثر. يا رب يا رب يا رب يا رب. جدا من الكلام، من المواضيع. لا انا مبسوطه قوي بالبرنامج. ربنا يخليكي، كتر خيرك، اشكرك. جميله كنا نفسنا فيها من زمان. ميرسي. ربنا يخليكي، كتر خيرك، الحمد لله، اشكرك. ميرسي جدا. يعني احنا هنطلع فاصل، مش مفيش يعني، يلا ان شاء الله خير. اتفضل. اهلا وسهلا تاني في رحلة سلام. وبرضه هرجع اخد التليفونات علشان النهارده يعني ايه كم التليفونات كتير، بس مش عايز افقد كل التليفونات. يا رب هعرف اخد على قد ما نقدر تليفونات. الو، مساء النور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا بيكي. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي، كتر خيرك، الكلام الجميل ده، كتر خيرك. اهلا وسهلا، طبعا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لا، ما بصي، ما انا لسه كنت بقول دلوقتي، انا نفسي يعني ما بعرفش يعني ايه حته الفورمال دي، انا بحاول بس يعني على قدي طبعا.
حقيقي. يا رب الف مبروك الف مبروك وبعدين انت يعني انا مبسوط جدا لانك انت لما تعملي كده انت هتساعديني على انه الرسالة توصل، فانا اوصل وانت توصلي واللي بعدينا يوصل، يبقى احنا عملنا الهدف. لانه بالظبط، لانه انا الهدف عندي مش انا اوصل، انما الحاجه توصل بيا، توصل بيك، ما احنا ادوات انت عارفه. فربنا يقدرك يا رب، وتستمري في انك تتعلمي، او تستمري في انك تبحثي وتاخدي الدرجه وبعد الدرجه بعد الدرجه الى ان توصلي الى انك توصلي ده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. ما هو بصي، خد كتر خيرك. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي، كتر خيرك. كتر خيرك. ميرسي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا رب، كتر خيرك. انا مش عارف اقول لك ايه يعني، ربنا يخليكي يا رب. انا في حته اللي انا كنت زمان بقول لنفسي، بسال نفسي سؤال، بقول يعني وانا صغير، بقول هو واحد زي مثلا لعيب مشهور زي مثلا كريستيانو ولا محمد صلاح ولا لعيب من اللاعبين العالميين دول، هو اللي بيدربه مش المفروض يكون احرف منه؟ ازاي اللي بيدرب محمد صلاح مش احرف منه؟ ازاي المدرب بتاع كريستيانو مش احرف منه؟ ازاي؟ فكنت بسأل نفسي هو ازاي التلميذ يكبر ويعمل، مع انه ليه مدرس اكيد بيعرف في الموضوع عنه، يعني اكيد هو اللي معلمه. فكنت بسأل نفسي السؤال ده، ازاي يطلع واحد زي الدكتور مجدي يعقوب، هو كفء في مهنته جدا، بس اكيد ليه معلم، دكتور علمه الطب. فبسأل نفسي طب هو مش معلم ده اكفأ منه؟ فلما كبرت فوجئت بانه بعيدا عن التعليم او بعيدا عن العلم اللي انت شايله، في امر اخر مهم جدا، وهي هبة ربنا ليك. هي ملكة ربنا يديها لك، تضيف للعلم اللي انت متعلمه، تضيف للشيء اللي انت متعلمه، فيبقى عندك مختلف عند اي حد في الدنيا. ممكن انه تلاقي حد عنده نفس العلم لكن مش عارف يوصله، فانه ربنا ينعم علينا جميعا، او ينعم على كل واحد فينا انه يقدر يأثر، يبقى ليه البصمة بتاعته على العلم، يكون احلى شيء في الدنيا. معانا اتصال. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. يا فندم ربنا يخليكي. الحمد لله يا رب، يا سلام، فرحتيني والله. الحمد لله خير، الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله خير. خلي بالك، اذا انا عملت شيء طيب اعمليه انت كمان في حد تاني يعني يعني يا رب يرزقك ان شاء الله، ويخليكي انت كمان تأثري يعني، يا رب. شوفي خليني بس ارد عليكي في الحته دي. شوفي، انا في اول ما بدات ان انا اشتغل شغلي ده، شفت اللي انت بتحكي عليه ده حرفيا بصوره لا تتخيليها. بس في لحظه كده قعدت مع نفسي، لقيت بقى غلط واساءه وكلام مش لطيف ومش عارف ايه، ولكن قلت عارفه الحصان بتاع الحنطور اللي هو بيجر عربيه ده، بتلاقي الحصان، كنت دايما ابص كده من شباك العربيه، ابص الاقي الحصان محطوط كده على عينيه على الجنب كده، يمين وشمال، حاجه كده مغطيه. اقول سبحان الله، يعني انا عايز اعرف وعايز اسال حد، يا جماعه هو البتاعه دي محطوطه ليه؟ يعني في حته كده، حاجه حاجب كده، يمين وشمال
حوالين عينه، فاجي ابص الاقيه محجوب عنه انه يبص يمينه وشماله وباصص قدامه بس. قلت ايه ده؟ ده ايه الفن ده؟ ده احنا محتاجين واحده زيها. يا اخي انت مالك؟ مين بيقول؟ ما يقول اللي يقول. مين؟ انا هسألك سؤال، من في هذه الدنيا الله عز وجل الناس بتقول فيه؟ الله عز وجل الناس بتقول فيه. هل متخيلة انه العبد اللي هو انا او انتي مش هيتقال فينا؟ يكفيني انا كبني ادم انه اكون بس عندي بصيرة على نفسي. يعني انا بيتقال عني معياري ان كان اللي بيتقال ده يدخل لفلتر كده عندي في دماغي. الكلام ده ممكن يكون حقيقي؟ هو الناس بتقول عنك وتتنمر ومش عارف ايه، هل ممكن؟ لانه محتمل ان نكون احنا غلطانين او احنا توكسيك. محتمل. انت في ناس على فكره كتير توكسيك ما يعرفوش، فاهمين ان الناس اللي حواليهم اللي توكسيك. فممكن انا اكون كده، فادي مساحه الى انك تشوفي. شوفي انا ما هقول لك على حاجه، هقول لك بس على حاجه. انا ايه، بصي، طب ممكن تسمعي مني؟ يعني انا يعني ما اقولش ان عندي علم بهذه الامور ابدا، لكني اللي اعرفه عن ربنا يعرفني انه الكلام ده لا يمكن. ممكن يدعي الناس، لكن ربنا حط حدود لسلطات الجان على البشر عشان تكوني فاهمة. فإذا سمعتي هذا الكلام راجعيه على عقلك. احنا عندنا ثابت في هذه الدنيا كتاب الله. أنا كتاب ربنا بالنسبة لي لم يغادر صغيرة أو كبيرة. جيبي لي أي موضوع على أيا كان مداه، هجيب لك من القرآن اللي يثبت لك صحة أو عدم صحة الكلام ده. فالكلام ده أنا بقول لك لا يمكن، وإن حدث فأنا لن يصبني إلا ما كتبه ربنا لي قبل أن يخلق آدم. وده يكفيكي إلى أنه لا يستطيع البشر مع اجتماعهم جميعا أنهم يضروك إلا أن يشاء الله، فيجعل الإنسان سبب لتنفيذ مراد الله فيكي. سليم؟ فاطمئني إلى أنه لن يستطيع أعداء. يعني أقول لحضرتك على حاجة، أيا كان البني آدم ومدى قوته في هذه الدنيا لا ينفذ إلا مراد الله. فهتقولي إيه ده مراد الله إن أنا يحصل فيا؟ يا سيدي الله أعلم. ملخص هذه الحياة أنه لن يحدث فيك إلا ناتج عن فعلك أنت أو ناتج عن مراد الله، واستخدم إنسان ظالم في تحقيق هذا المراد. ونراجع بقى ربنا عايز مننا كده ليه. اتفضلي. ايوه حلو ده جدا، حاضر. آه. هو انا عايز اسالك سؤال، هو لو قال، انا هقول لك على حاجه، ما انا ياما اتقال لي، يعني انا ياما اتقال لي. وبصي ممكن اقعد احكي لك التنمر على شكلي وعلى خلقتي وعلى طريقتي وعلى صوتي وعلى هيوصل ده ليكي ازاي؟ معلش يعني انا عايز اقول لك، انا معاكي، ولكن يا فندم العفو. لا العفو، لكن انا هسألك مين في الدنيا يعني يقدر يوصل الشيء الى انه يأثر عليكي؟ اكد انا اقول لك يعني كلام مؤكد، لا يمكن لأي انسان انه يأثر عليكي الا اذا سمحتي له، يعني اديتي له الاكسس، اديتي له كارت الاكسس كده، خش اتفضل سيطر عليا، ضايقني، اذيني. لكن يقول زي ما يقول. انت عارفه بتفكريني، كنا نشوف دايما طفل صغير امه عماله تقول له يا ابني انت فاشل، يا ابني انت فاشل مش هتنجح. فالواد يقول قبله يقول، انا متخيل بقى ان الولد هيطلع فاشل بقى، فيقول لي والله العظيم لنجح، واوريها واعرفها انها غلطانه ومش عارفه حاجه. انت فاهمه؟ فانت ما هو ده، ما هو احنا، طيب احنا
خلاص، احنا باذن الله ان شاء الله، باذن الله اعمل حلقه تخص الموضوع ده، وتكوني اول المستمعين باذن الله، وتتواصلي معايا تاني. شكرا، كتر الف خيرك. م- ميرسي، كتر خيرك كتر خيرك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، كتر خيرك. هطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا في رحله سلام. الحقيقه انا النهارده كنت يعني في ترتيبي للحلقه كنت حابب انها تكون اخف حاجه، يبان منها بس الهدف من ال البرنامج، والهدف من حتى الاسم. حابب انه ادخل المداخلات يعني بصوره كبيره شويه، ويمكن انا بس في البدايه يعني ايه حبيت ان انا اتكلم بس عشان ادي تعريف واضح للامر. ولكن ده عشان خاطر يكون اللي بيسمعني واخد باله من المبدأ، او واخد باله من سكة السلام اللي احنا بندور عليه، او السلام اللي احنا رايحين له. فممكن ناخد اتصال، يعني تشوف الاتصال اللي معانا. الو، اهلا وسهلا. يعني انت متخيله ان انت اول متصل في البرنامج؟ ربنا يخليكي، تسلمي. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيكي. الله يرحمه يا رب. طيب خليني ارد عليكي. بصي، اولا انت دخلتينا في التقيل على طول. يعني موضوع التعلق هو موضوع يعني انا اوريدي عامل له حلقه، لكن هقتبس منه رد ليكي علشان انتي واي حد من المستمعين، لانها مشكله مشهوره جدا، من اشهر المشاكل الانسان بيمر بيها، وهو انه يفقد حد غالي عليه. شوفي، انا هقولك على حاجه. اتفضلي. لا ابدا، اتفضلي. عايز اسالك سؤال، هو فين باباكي؟ ايه ده بجد؟ طب والله شيء كويس. طب هو الجنه احسن ولا عندنا؟ لا، لو عندنا قوليلي، لو عندنا عرفيني، احسن من الجنه عرفيني. لو الجنه سليم. طيب لو انا خيرتك اختيار دلوقتي انه يرجع لك بس ما يخشش الجنه تاني، ركزي وردي عليا. يرجع لك ويكمل معاكي بس ما يخشش الجنه، طب هو عايز اعرف، هسألك برضو سؤال تاني، هو بعيد عنك بقد ايه؟ يعني هو بعيد عنك بقد ايه دلوقتي؟ انت حاسه انه بعيد عنك بقد ايه؟ خالص. اكبر غلط. انت في شيء واحد ينقصك، واحد بس، هو جسمه. لكن انت مين قالك ان هو بعيد عنك؟ انت مين قالك ان هو راح اصلا؟ هو راح بجسمه من الدنيا،
ولكن هو حواليكي وجنبك وحاسس بكل همسة بتعمليها. انت عارفة انه يعني حياتنا اللي احنا عايشين فيها دي فيها امتحان مهم جدا، اغلى امتحان من امتحانات الدنيا، وهو الفراق. امتحان الفراق. وامتحان الفراق ده على فكرة ملوش علاقة بالموت، الموت شيء والفراق شيء. لانه ان كان الانسان نحتسبه في الجنة او نحتسبه انه ربنا راضي عليه، فيبقى الموت بالنسبة له هنا. واكبر غلط ان اللي عايش يخاف او يقول ان الميت ده خلاص ده راح. ابدا. احنا عايشين يومين. انت حياتك قد ايه؟ تتخيلي لو طال ربنا يطول في عمرك هيكون قد ايه؟ انت يوم ما هتسيب الدنيا، لما هيسألوكي، لما الملائكة هيسألوكي قعدتي قد ايه، هتشكي في يعني احتمال، يعني مش هتقولي يوم، هتقولي لا بعض يوم، لا دي ساعة. فانت مهما طال عمرك انت كده كده قريب قريب قريب، واقول لك قريب لانه ال100 سنة ولا حاجة في الدنيا هتقابليه وهتقعدي معاه. ومن هنا لغاية لما تقابليه انت اوريدي هو جنبك، اوريدي هو حواليكي، اوريدي كلمة يا رب اغفر له بتوصل له في الحال. الموضوع محتاج انا ان شاء الله اعمل حلقة كاملة عن التعلق وعن ازاي احنا نتأقلم على انه فقدان حد عزيز، لانه شيء بيخلينا طبيعي نحزن وطبيعي نتضايق. انما الفرق ان احنا لازم اذا احتسبنا الانسان اللي سابنا ده في مكان احسن ندعي له ونعرف انه قريب مننا جدا وشايفنا وحوالينا. هناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. اهلا وسهلا في برنامج رحلة سلام. طبعا انا هتلاقوني في الفواصل لسه مش عارف اظبط الدنيا، بس ان شاء الله خير، يعني ربنا يوفقنا يعني. انا ما كنتش حابب ان ادخل على طول في الموضوع في اول حلقة، ولكن كنت عايز اعمل تعريف بسيط كده بفكرة البرنامج وهدفه، علشان تكون يعني ايه، تكون الفكرة واضحة، وعشان اللي بيسمعني لو وصلت له فكرة البرنامج ووصلته يعني ووصل له الهدف هيساعدني كتير جدا على اني اساعده. عارف انت لما تلاقي انه تقول لواحد ساعدني اساعدك، اي حد في الدنيا علشان تساعده محتاج هو يساعدك انك تساعده، يديك الاكسس، يديك امكانية الوصول ليه. لانه احنا بنسمع بطريقتين، يعني في السمع احنا بنسمع بطريقتين. انا ممكن اكون ماشي بالعربية وبفتح حاجة ومش قاصد، لكن في حاجة كده تدخل تلمسني، في حاجة تخليني اسيب اللي انا مركز فيه واركز فيها. وعشان كده احنا اذا اعتبرت انه البرنامج ده رحلة سلام، فانا هسميه داخليا جلسة نفسية. جلسة نفسية بتخاطب القلب. فاذا كنت، وعلى فكرة اساس البرنامج هنا هو حاجة اسمها العلاج السلوكي، العلاج النفسي السلوكي. وايه هو العلاج السلوكي؟ العلاج السلوكي علاج بالكلام، لكن مش اي كلام، لانه الكلام في حياتنا له قيم كتيرة جدا. الهزل هو كلام، والجد هو كلام، وكلام الله كلام، وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلام. ولكن الكلام بيفرق، واستيعابك ليه بيفرق. فانت ممكن تسمع كلمة ما تكونش حاسب لها حساب، لكن الكلمة دي تغير كل منظور حياتك. وبعد ما تغير منظورك او تغير منظور حياتك، تغير ملامح حياتك كلها. وده ليه؟ لانه ده حقيقي بيحصل، ولانه العلاج السلوكي علاج مشهور في الدنيا كلها بقاله اكتر من 100 سنة، واثبت مع الزمن اثبت كفاءته. لقيت انه اهم اسباب عشان نسميها علاج سلوكي او نسميه جلسة نفسية، نقدر نقول انه في ادوات لو انت عايز تستفيد، او لو انت عايز الكلام يوصل لك او فعلا يغير فيك حاجة،
فهو محتاج انه تفتح له قلبك، محتاج انك وانت بتسمع تكون اول امر انك تكون مطمئن الى انه الهدف انه يغير فيك حاجة. وده ليه؟ لانه معظم المشاكل النفسية او كل المشاكل النفسية يعني منصبة على العقل الباطن. ولانه العقل الباطن ده يعني هياخد مننا يعني في البرنامج يعني حلقات وحلقات عشان نشرح اداء العقل الباطن وازاي العقل الباطن بيشتغل وقد ايه انت بيسيطر على حياتك العقل الباطن، وقد ايه المشاكل والاضطرابات النفسيه والازمات اللي بتجيلنا كلنا، وحاله الضيق وحاله كل الحالات اللي احنا بنحس بيها من ازمات وضيق حال وضيق نفس والكلام ده اساسه افكارك وحديثك الداخلي والعقل الباطن. فبرضو العلاج السلوكي وإمكانية تغيير شيء في عقلك الباطن لا يأتي إلا باطمئنانك للكلام، لا يأتي إلا بإنك تحس الكلام ويأثر فيك. وده اللي يخليني أقول إنه لو فيه بني آدم سمع كلمتين حسهم وطبقهم على نفسه واطمئن إلى إنهم ما يعاندش او يكابر زي ما احنا كلنا بنعمل، لا يا عم انا لا انت مش عاجبني كلامك او رايك مش عاجبني. لو اطمئن الانسان الى انه لا، هو ممكن انا اكون غلطان على فكره، هو انا ممكن اكون ببص على الموضوع بطريقه مش صح، هو انا ممكن اكون على فكره رؤيتي غلط، هو ايه المانع؟ هو ايه المانع ان انا اكون اصلا شايف الازمه دي اكبر من حجمها؟ هو ايه المانع لما اكون انا اصلا منظوري الفكري مش صح؟ ايه المشكله؟ هل دي تخليني انا مش كويس؟ هل ده يخليني مثلا ان انا يعني تتهز مثلا ثقتي بنفسي؟ او بالعكس، ده عشان تكون عارف انه الانسان السوي نفسيا هو الانسان اللي يستطيع يقول انا هنا غلط، هو الانسان اللي عنده من الوعي وعنده من يعني القدرة على انه يقف ويقول هو انا كنت بفكر كده ازاي؟ هو انا في الامر ده هو انا ليه متأزم قوي ان الموضوع ده في حياتي؟ طب ما انا اسيبه، يعني ما انا احطه على جنب. هو انا ليه متأزم قوي من المشكله؟ انا عندي مشكله مع مديري، هو انا ليه ده مسيطر على ال 24 ساعه بتاعتي؟ يعني هو انا ليه ابني اللي ما بيسمعش الكلام الموضوع ده مسيطر على يومي كله؟ بتلاقي اوقات كتير انه المشكله على مهما كانت حجمها هي متضخمه جدا جواك، هي كبيره جدا في عينك، لكن لما بتطمئن الى انه انا ممكن اطلع غلط، انا ممكن رؤيتي تبقى غلط، انا ممكن اصلح ده بيخليك تقف وقف. على فكره ادراك المشكله ايا كانت المشكله اللي احنا بنحس بيها، ادراك المشكله يمثل 50% من علاجها. يعني 50% ده رقم كبير جدا ينجح، يعني 50% ده انك تجتاز 50% فقط بانك تقول انا عندي، يا جماعه انا حاسس ان انا عندي مشكله. انت كده حليت 50%، يبقى بس 50%. يعني تخيل ان انت تخطيت في خطوه واحده 50% من اي ازمه نفسيه. انا عندي مشكله. وعشان كده افضل شيء في انه الانسان يراقب نفسه انه في لحظه يقول فيها لا انا مش عاجبني الحاله اللي انا فيها، لا انا في حاجه غلط. ممكن ما تكونش عارف ايه هي، بس انك بس تقول في حاجه غلط، انت كده فتحت الباب الى انك تدرك انه انا مش دايما، او لانه في ناس خلي بالك معظم المشاكل النفسيه او معظم المشاكل النفسيه اللي اصحابها ما يعرفوش انها مشاكل نفسيه بتكون الازمه اكبر ما فيها انك تقول له على فكره انت بتفكر بطريقه غلط، يقول لك ليه يعني؟ لا اللي حواليا هم اللي غلط. او تيجي تقول له انت عندك مثلا انت سوداوي او انت متشائم، يقول لك لا هو ده الحال، هو ده الوضع، هو ده اللي انت ايه مش واخد بالك من اللي بيحصل، انت مش واخد بالك مش عارف ايه. طب يا حبيبي ما هو انا بس انت برضو تقدر تعيش في الوضع اللي انت فيه يعني. وكمان الظروف المحيطه بينا من ابتلاءات او بقى على حروب على خلت الموضوع ده يبان قدامنا كلنا. يعني النهارده بقيت وانا نفسي بقعد مع اصحابي واي حد بشوفه فالاقي انه ليه توجه، احساس بيسوقه
اما انه يا شايف الدنيا والحق ده الدنيا غليت، الدنيا باظت خالص، ده احنا ده بكره انا مش عارف يعني هنعمل ايه ومش عارف ايه وبتاع. طيب هو بيتكلم في واقع، ولكنه تناوله لهذا الواقع يعني اثر عليا واثر عليه. فمن التأثيرات اللي انا هنا في البرنامج حابب اني اوضحها جدا، التأثير اللي انت من غير ما تاخد بالك بتعمله على عقلك الباطن، التأثير اللي انت بتمارسه على عقلك الباطن دون ان تدري. وده لانه طبعا موضوع كبير جدا، فانا مش هدخل فيه قوي المرة دي، لكن بنوه على انه يعني هيكون واخد مننا اجزاء كتيرة من البرنامج في انه ازاي احنا نقدر نشوف تصرفاتنا اذا كانت صح ولا غلط، وازاي احنا اصلا بنسبب لنفسنا الاضطرابات او الازمات النفسية اللي في الاخر بنعاني منها. عايز برضو اشكر صاحب فكرة البرنامج لانه صديق عزيز ليا، هو انا وعدته انه لازم اقول اسمه، صديقي عبد الفتاح هو اللي اشار عليا باسم البرنامج، لانه انا الصراحة كنت محتار جدا جدا، لاني مش عارف اوصف الحالة ازاي. فهو يمكن قرب جدا للحالة بفكرة السلام، وقال لي انه هو انت في الدنيا عايز ايه؟ يعني احنا لما بدأنا نكبر بدأنا نلاقي انه لا ده موضوع السلامة ده او السلام النفسي او انك تكون متصالح انت ونفسك كده مفيش مشاكل، فانت في هنا كبير جدا ايا كان وضعك وحالتك ايه. احنا هناخد فاصل ونرجع تاني، معلش غصب عني بس هناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام ان شاء الله. اهلا وسهلا في رحلة سلام، وانا يعني مبسوط انه ربنا اداني الامكانية اني اتكلم، يعني اوصل صوتي واوصل انه يوصل لكل المسامع دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، وبحمد ربنا عليها. وكمان اظن اني يعني كمان لسه تاني عايز اشكر الناس اللي ساهمت في انه البرنامج ده يطلع، واشكر الناس اللي تقبلت ان هي تقول لي ان احنا بتأثر فينا، لانه التأثير بالنسبة لي حاجة غالية جدا. اظن انه اغلى ما يستطيع الانسان انه يعمله في حياته هو انه يعمل اثر، لانه الاثر هو الحاجة اللي بتدوم. لانه احنا في حياتنا مهما كانت طولت، اما باجي اراجع ابص على الاهداف الناس اللي عاشوا قبلنا مهما كانوا يعني عمالقة في اي مجال، ايا كان المجال وايا كانوا مدى شهرتهم قد ايه، لقيت انه من اول ما البني ادم بتخلص حياته، هل هيفرق بقى معاه هو مين بيجيب سيرته او بيتكلم عنه او هيفرق معاه في ايه؟ ده هو اصلا هيبقى في حاله يعني هيبقى لسه قدامه طريق طويل جدا. انما اللي هيفرق معاه السيرة دي بتيجي بالخير ولا بالشر. اللي هيفرق معاه انه حتى وهو عايش في الدنيا في غيابه بتيجي سيرته بالخير ولا بتيجي سيرته يعني بالشر، او بتيجي سيرته تبقى الناس مش حابة انها تجيب سيرته. وعشان كده السيرة دي بالنسبة لي حاجة يعني مهمة جدا جدا. علشان تصلحها انت محتاج انك تعاملاتك مع الناس كلها تبقى واخد بالك من انه احنا في الاخر لما هتذكر في غيابك هيتقال ايه، الناس هتقول ايه عنك. مش هطول برضو، هاخد اتصال علشان ما وقفش اتصالات يعني. الو. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ربنا يخليكي، مين معايا الاول؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي، ده يشرفني، ده يشرفني. ربنا يخليكي، اهو خليتك تتابعي الراديو، اهو حلو خير ربنا يخليكي يا رب، اهلا وسهلا. لا بالعكس بالعكس، لا والله بصي، ما هو زي ما انت بتتلخبطي انا بتلخبط، فيعني احنا كلنا يعني بصي احنا ايه بنسند بعض، فيعني ما تقلقيش خليها على الله. ربنا يخليكي، كتر خيرك، ميرسي جدا.
اتفضلي. اتفضلي. ايوه. لا لا، هو متجوز ولا انت هو متجوزك؟ اه تمام. هم. هم. شوفي انا هسألك سؤال، انت هو تزوج عليكي من 11 سنة زي ما بتقولي، ومن الواضح ان انت اخترتي انك تكملي معاه، وانك يعني تتحملي هذا الامر، صح كده؟ سليم. احنا عندنا شرط قدام ربنا، ان يعدل او يحاول الانسان ان يعدل بين زوجاته. سليم. وان كان العدل بين الزوجات لن يحدث ابدا، ابدا لن يستطيع، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل المطلق لن يحدث، ولكن احنا اللي حتى المطلوب انه الانسان يحاول انه يعدل. خلاص. شوفي الموضوع ده موضوع شائك وموضوع كبير قوي، انا هستأذنك ان احنا نعمله في حلقة منفصلة، علشان انا ليا كلام كتير جدا في هذا الامر، ليا كلام كتير جدا وكلام شائك جدا 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 في هذا الامر. ربنا يا رب يقويكي على الوضع اللي انت فيه، ولكن هستأذنك انك تستمعي ليا ان شاء الله. انا هعمل حلقة مخصوص علشان هذا الامر، لان الموضوع كبير قوي. خلي بالك انه اللي انا هقوله لك بس قبل ما نوقف الاتصال، هو انه انت في ابتلاء، ايا كان شكل هذا الابتلاء، ولكن ده ابتلاء. الابتلاء اللي انت فيه ربنا يقويكي ويقدرك عليه. وايا كان الابتلاء، احنا محتاجين في هذا الابتلاء ان احنا نسلم الامر لربنا. احنا كده كده خلي بالك بنقول ان احنا يعني احنا، تعالي اسال اي حد، اي حد، انت هل مسلم امرك لله؟ اه والله انا مسلم امري لله. كلنا بنقول كده، زي بالظبط كلمه الحمد لله. تعالي اسالي اي حد، قولي له، اي حد قبلي، اي حد قولي له هل انت مش راضي؟ يقول لك لا والله انا راضي. بس هل كل الناس راضيه؟ هل حقيقي كل الناس راضيه؟ اشك مش حقيقي. لانه احنا كتير من الوقت الاتصال قطع. كتير من الوقت انا دايما بدور لما بتعامل او بسأل معظم الناس او يكاد يكون كلهم، يقول لك الحمد لله انا راضي، الحمد لله يا رب. لكن في وسط الكلام اشوف منه اعتراض خفي، اشوف منه عدم رضا خفي. فخفت اني اقع في نفس الازمة دي. انا خفت من نفسي، لان انا كمان بقول انا راضي، لكن اقول انا عندي كذا وكذا وكذا، هو المعيار ايه؟ فقعدت ابحث ادور، يا رب هو المعيار إيه؟ اكيد الكلمة مش هي المعيار، اكيد الكلمة مش المعيار. طب المعيار ايه؟ لقيت انه المعيار احساسك اللي جوه نفسك، الذي لا يعلمه احد غير نفسك. جوه نفسك انا راضي، انا موافق. بعد الفاصل نكمل كلامنا. طيب احنا يكاد يكون خلاص البرنامج خلاص هنخلص، احنا خلاص في اخر دقايق. فانا شاكر جدا لكل المكالمات اللي حتى ما عرفتش تطلع على الهوا يعني، لكن انا شاكر جدا جدا للاحساس الجميل ده، واتمنى انه ربنا يقدرني انه اعمل اللي منتظرينه مني واحسن منه كمان. انا عندي مجموعة حلقات بتخص المشاكل المشهورة اللي احنا كلنا بنمر بيها، واهمهم المشاكل اللي يمكن كمان الناس شاورت عليها في الحلقة دي. ولكن هي القصد او
الرسالة منها هي كيفية تعاملك مع نفسك. علشان كده إذا كنت ليا رسالة، احنا إن شاء الله عندنا بكرة نفس الميعاد من 9 ل 11 نبدأ نفتح موضوع مهم. ولكن رسالتي من النهاردة لبكرة، دايما لما بلاقي حد في أزمة أو عنده مشكلة أو مهموم أو بقول له زي ما الناس كلها عارفة، ولكن بقول له أصل كلمة سلام هي التسليم، وأصل التسليم هو معنى اللفظي لكلمة تسليم. يعني كلمة تسليم هو تسليم شيء لحد، انت بتسلم شيء لحد، وهو ده معنى التسليم، انك بتسلم امر لحد. والمعنى الحقيقي بتاعه هو انك بتشيل حملك اللي انت شايله ده وتسلمه عند ربنا. بتقول يا رب انا هنام النهاردة، يا رب سلمتك الامر من قلبي. انا لسه كنت بقول دلوقتي انه مش كل الناس بتقول كلمة انا راضي وهي قصدها، ونفس الكلام فوضت الامر ليك يا رب، مش كل الناس بتقولها وهي قصدها. في كلمة بتطلع من اللسان وكلمة بتطلع من القلب ان هي فعلا كل حواسك وكل مشاعرك بتقولها. يا رب الحمل تقيل عليا، يا رب خفف الحمل من عليا، يا رب انت معايا، يا رب شيله من عليا، يا رب انا حملي ده في مسؤوليتك انت يا رب، في حفظك انت يا رب، في عونك انت يا رب. شوف يا رب اللي انت عايزني اشيلها انا موافق، عايزني اتحملها ما عندي اللهم لا اعتراض، ولكن انا راضي وموافق بيها. كل امل يا رب ان تعني على الحمل اللي انا فيه. كل اللي انا بتمناه يا رب اني هقوى قدر الامكان على نفسي، ولكن اديني المعونة يا رب، اديني المدد يا رب. وفي المدد في المدد باذن الله احنا هنعمل حلقات وحلقات في انه ازاي تصل الى انه ربنا يديك المدد اللي يخليك مسيطر على نفسك وقادر تسوقها مظبوط، وقادر انك قبل ما تروح تنام تخف كده من الدنيا، وتبقى عامل حسابك انه هي مش مستاهلة، وعامل حسابك الى انه مسلمها لصاحبها، وانه ليس لك من الامر شيئا. انت كل اللي انت فيه انت انسان جاي تنفذ مأمورية وراجع تاني للمكان اللي هتكمل فيه طريقك. شكرا جدا 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 على استماعكم، وانا سعيد وحاسس بكم الحفاوة وكم يعني ايه الحب والكلام الجميل اللي سمعته. ويا رب يقدرني ويقدرنا جميعا على ان احنا نوصل الرسالة ونأدي الامانة اللي ربنا حملنا بيها. ونتقابل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد الساعة 9 مساء في رحلة سلام. هستناكوا بكرة، وهنعمل برضو مداخلات قدر المستطاع عشان اخد كل المكالمات. شكرا والى اللقاء بكرة بإذن الله. السلام عليكم.